السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قنوات BN سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم هنا في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الليغا، هنا في هذه المواجهة التي تجمع المركز الثاني بالثالث. جيرونا المفاجأة المدوية في هذا الموسم على مستوى كرة القدم الأوروبية، والفريق الذي كان في الجهة اليسرى هذا ميغيل غوتيريز المرمى يتواجد أمام الأساسية. كرة بمحاولة رأسية أولى، هيريرا الفنزويلي هيريرا يرتقي ويضرب، لكن كرة علت العارضة وتحولت إلى خارج. بعد ذلك في 5 مباريات متتالية إلى بيلينغهام يعود إلى جيرونا، عرضية داخل منطقة الجزاء هذه المرة لا 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 سيهانكوف يضرب برأسه هذه المرة، وكرة تصطدم في القائم لمصلحة من هنا في الجهة اليسرى سافيو، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد، وكرة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية هذه الكرة. هذه المحاولة هنا تجمع صغيرة، كلها أسماء صغيرة إليها الكثير من الأحاديث. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك بتدخل وكما جرت العادة ملعوبة، بينما هنا أكبر رجال وبعد ذلك ليحدث ما يمكن أن يحدث. كرة بمحاولة ملعوبة الآن داخل يلعبها إلى بيلي، عرضية داخل منطقة الجزاء، خوسيلو مر نعم من الدقائق الأولى، ونجا الريال ليأتي بعد ذلك سحر بيلينغهام وبتمريرة في غاية الروعة وضعت خوسيلو في مواجهة. أفضل الآن بعد البداية. كرة بمحاولة من فالفيردي، تسديد كارفاخال، مر كارفاخال ومحاولة على تنفيذها توني كروس، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية لا 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 تشواميني شيء من إبداع زمان وروعة زمان وعودة زمان، وللزمان ارجع يا زمان. ريال يعود مرة ميدان، لا زالت المحاولات مستمرة، وتسديدة تأتي من دوبيك تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. بعض الأمور اللي تحدث تعطيك كلا يجلد الاخر، قاعده تشتغل عليها والصح. اتلتيكو مدريد، اتلتيكو داخل شوط المباراه الاول، كره عن طريق كره بمحاوله ملعوبه الان، واكيد جود بيلينغهام لا زالت قائمه، والكره بعد ذلك راسيه وإبعاد مره اخرى الى فالفيردي، يسدد من هذا المكان، لكن الكره تحولت الى خارج ارضيه الملعب، والمحاوله تصل الى ركله مرمى لمصلحة جيرونا. بالمناسبة لريال مدريد الآن من أو الفريقين جيرونا للموسم الثالث على التوالي على مستوى التغطية. المحاولة ملعوبة على مقاعد البدلاء في إلى أليكس غارسيا، يلعب الكرة والمحاولة هنا استثناء ربما الانتصار على اشبيليا نادي تروا في بطولة الدوري الفرنسي، وطالب بعد ذلك بلمسة يد. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، ويحاول إلى داني بليند، عرضية من بليند عن التقدم والمرور، عرضية داخلية، عودة بالكرة والمحاولة وتسديدة تأتي، لكن مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى لجيرونا أو لريال. 18 كرة تعود إلى حارس المرمى، أيضا سقوط آخر، التحام آخر. حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب، سقط في مدرجات ملعب مونتليفي، ملعب فريق جيرونا داخل منطقة الجزاء. عد نهائيات كأس العالم الأخيرة قال تمام يان كوتو البحث عن التقدم وخسر في أخرى. كرة بمحاولة مرة أخرى للسيطرة عليه وتسديدة، يا سلام جميلة جدا المحاولة والكرة الماضية، وبعد ذلك التصدي من حارس المرمى المغرب. في لا زالت مستمرة وقائمة، عرضية أمامية داخل منطقة الجزاء.
ياتي أليكس غارسيا بعد ذلك براسية ارتقى مصلحة ريال مدريد. هذه الكرة، هذه المحاولة اسبانيول. وما كانت الأمور في الشوط الأول. سافيو الآن التنفيذ يلعبها داخل منطقة الجزاء. راسيو، كرة خطيرة جدا، اصطدمت، ضربت، ارتدت، ارتطمت، عادت، وبعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذه اللقطة، هذا شوط المباراة الثاني لا يتم مصلحة فريق ريال مدريد الأول، وفرصة في الشوط الثاني. نفسات الدوري الإسباني، ولا هنا التدخل واستمرارية بهذه الكيفية. ليس فيزياء المتخصص في الكرات الثابتة والكرة الراسية، والمحاولة من ديفيد لوبيز إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرات الثابتة بالنسبة لجيرونا. إلى بيلينغهام عرضية حافظ فيها على نظافة. اصطدمت في فينيسيوس، لكن أيضا بيلي فريق كامافينجا اللي دخل أيضا قبل لحظات بالفينيسيوس، يبحث عن الدخول إلى منطقة الجزاء. الكرة بعد ذلك اصطدمت في فيني وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعيدة كامافينجا والابتعاد عن الخسارة الأولى في شيء في أول مباريات الريال. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، تعود عن طريق فينيسيوس جونيور، وصلت إلى بيلينغهام، لا زالت مستمرة وقائمة وتسديد، لكن غازانيغا لمواجهة قادس. ما سجل في مرمى الميريا، سجل هدفين. عادت المحاولة مرة أخرى، داني كاردا، إلا إذا كرة بمحاولة ملعوبة داخل المنطقة. كيبا يسيطر على كورته بالشكل المطلوب. كيبا مرتين كلاعب بقميص الميلان مدريد من خلال احداث هذا اللقاء. الان وتسديده قويه جدا، لكن حارس المرمى عادت من جديد. في الليله الموعوده وفي مباراه القمه، وكما جرت العاده بالاحتفاليه الايقونيه التي تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، التفاضل والتكامل، وطبعا الوحدة بتاعت اللي هي جميع الوحدات بتاعت اللي هي التفاضل والتكامل، ده عليها امتحان مهم جدا. امتحان يعني بصراحة يعني شيق وجميل جدا خالص. طبعا ده للي مذاكر، ولكن مش مذاكر طبعا لما يشوف الامتحان ان هو صعب، فبنلقي نظرة عليه عامة، وبعد كده نبدأ نحل. وركز كده، وان شاء الله بإذن الله بالتوفيق في الامتحان.